وانا امجد امجد بيكمل. تفضل يا معالي الوزير. كانت في مدرستنا أنا بحب نرحب بمعالي الوزيرة السيدة رفقة الكريم في المدرسة العدوية الثانوية باسمي وباسم جميع العاملين في هذه المدرسة، والتي تضم 35 موظفة، منهن 29 معلمة من ذوات الكفاءات العالية والمتميزة. كما تضم المدرسة بحب أعرفكم فيها 737 طالبة تبدأ من الصف العاشر وتنتهي بالصف الثانوي العلمي، وهي مدرسة متميزة في الفرع العلمي، وستتقدم 208 طالبات لامتحان الثانوية العامة. نرجو أن يكن من المتفوقات وعدد لا بأس به من العشرة الأوائل، لنحظى بتكريم الوزارة لهن، ونتمنى أن نكون من الأوائل كما عهدتم العدوية دائما. ومما أفتخر به في هذه المدرسة ويفتخر به جميع أفراد أهالي محافظة طول كرم أن هذه المدرسة العريقة قد خرجت الأمهات الفاضلة، خرجت الطبيبات، خرجت والإبداع. نعدكم أن نظل على هذا الدرب ونواصل العطاء اللامحدود لوطننا الحبيب الذي يستحق منا الكثير الكثير. شاكرين لكم يا معالي الوزيرة جهودكم في مسيرة التربية والتعليم، شاكرين جميع أفراد الوزارة وطاقم وزارة التربية والتعليم هذه الجهود المتواصلة. ونشكر بالطبع أبونا ورائدنا السيد محمد القباج أبو أوس، وأهلا وسهلا بكم جميعا. نشكر المدرسة على هذا الترحاب، ويعني حتى لو ما عرفتنيش على القليلة أنا مديرة المدرسة بتميزها ونشاطها. يعني أنا على اطلاع مباشر لما كنت مديرة معهد الطيرة وهو لتدريب المعلمات، وكنا نعرف مين، إلا أنه كان الدخول بناء على الكفاءات. كنت دائما أطلع قديش في عندي عدد البنات اللي هم من مدرسة العدوية، يعني فلذلك هو اسم يعني فعلا معروف وبنعتز فيه كثير. طبعا خاصة انه مدرسة بنات، يعني فهذا برضه الاعتزاز مضاعف، لانه كنا بنعرف انه معناته البنت في مجتمع ابوي بدها تبذل جهد مضاعف من اجل انها تثبت وجودها. وطبعا زي ما سبقتني مديرة المدرسة، كل الشكر لمدير التربية، وكلنا عارفين الجهود الكبيرة اللي هو ببذلها من اجل تطوير العملية التربوية. شكرا لكم على كل هذا. شكرا.